ملعب سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد، وفي اسم مكتوب فوق محمد بن زايد. يجب ان نستمد القوه من هذا الاسم القوي، الاسم في كل الامور حياتنا نستمد الحمد لله من اسمه، أكيد. من هيبته. النهارده قدام تحدي بطولة آسيا، فريقين غير عربيين صعدوا للنهائي، اليابان وقطر المحتلة. وقطر مش دولة عربية كده. كان نفسنا الإمارات العربية المتحدة تكون في النهائي، كنا نتمنى وكنا يعني كل الدعم كان لدولة الإمارات ومنتخب الإمارات، ولكن لم يقدم المباراة المطلوبة. ولكن منتخب المجنس، منتخب اللي بيضم جنسيات من كل مختلف دول العالم، هو اللي فاز النهارده في مباراة ملهاش علاقة بكرة القدم. المنتخب القطري المحتل سرقوا المباراة، ما كانوش زي ما بقول كده عارفين حالة الغل، لدرجة الاستوديو اللي كانوا بيحللوا فيه من الصبح عمالين يتكلموا على المنتخب وكأنهم بيلعبوا منتخب. للأسف الإمارات ما كانتش بتلعب منتخب عربي النهارده على الإطلاق. واللي بيمثلنا النهارده أو آسيا النهارده، الاثنين اللي بيقابلوا بعض مش منتخبات عربية، همش منتخب عربي. منتخب اليابان دولة صديقة ومنتخب قوي جدا، وأنا شخصيا أشجع اليابان. ما بحبش أشجع المحتلين وما بحبش أشجع المجنسين، ما بحبش أشجعهم على الإطلاق. فقلوبنا مع المنتخب الياباني الصديق بإذن الله تعالى، نحتفل بيه. وشعب الإمارات وجماهير الإمارات بطلبهم من دلوقتي شجعوا منتخب اليابان في النهائي ضد الاحتلال القطري. تاني، ضد الاحتلال القطري. عليكم على المنتخب الياباني، هيشرفنا، هيشرف الكرة العربية والآسيوية. والمنتخب الياباني منتخب قوي ويستحق البطولة بصراحة، يستحق البطولة. كفاية كوكب الياباني، شجع الكوكب الياباني، لا تشجع العار القطري، لا تشجع العار القطري. القطر لا تمثل العرب، مش موجودة، هي بتمثل، لا تمثلنا على الإطلاق. كان بيمثلنا منتخب الإماراتي، خرج النهارده خلاص. فاحنا هنشجع المنتخب الأحق، والمنتخب على الأقل تبقى ليك يعني روح وانت بتشجعه كده. منتخب اليابان في نهائي بطولة